لو هو طول الوقت مش فاهمك، مش عارفين توصلوا لبعض، هو في وادي وانتي في وادي، لو جوه دماغك ضغط ان انتوا مش فاهمين بعض كفايه، يقولك على حاجات الناس بتخاف تقولها عشان تحسني علاقتك بالشخص اللي معاكي خوفا من الحسد. احنا ان شاء الله هنقسمها لحلقات، بس يا رب افتكر ان انا يعني عليا حلقات ولازم اصورها وكده. اسخف نقطه للاسف دي جت في بالنا كلنا في كل علاقاتنا، حتى على فكرة مش بس في علاقاتنا مع الشخص اللي احنا بنحبه، ممكن كمان تكون في علاقاتنا مع اصحابنا، بس النهارده جاي اتكلم عن الشخص اللي احنا بنحبه. ده هو مضطر يفهمني من غير ما اتكلم، تحت بند ان هو راجل والرجاله بتفهم، وهو المفروض يكون عارف هو بيعمل ايه، وهو المفروض يكون عارف انا عايزه ايه. انا اكيد مش جايه هاجمك خالص عن الموضوع ده، لان زي ما قلت لك كلنا ده جه في بالنا في فتره من الفترات، وكلنا ده جه في بالنا في نقط معينه. مش شرط تكون النقطة اللي أنا متوقعة إن هو المفروض يكون فاهمها 100%، أنت تكوني متوقعة إن هو يكون فاهمها 100%. فاهماني؟ سخافة الموضوع ده إن لمجرد إن أنا يجي في بالي إن الشخص اللي أنا معاه هو عارف المفروض يعمل إيه وهو مش عايز يعمله، دي نقطة تخليني أصلا خلاص ما فكرش ان انا اكون موجوده مع البني ادم ده. فالموضوع ده لو في بالك وانتي فعلا متيقنه منه ان هو مش عايز يعمل لك الحاجه اللي تريحك بقصد منه مع انه فاهمها، يعني انتي المفروض ترجعي تفكري في العلاقه دي مره تانية. بس خلينا نرجع للافتراض اللي هو 90% بيكون في الواقع وفعلا مش عارف انتي عايزه ايه. بس انا حابه هنا اسالك سؤال، هل انتي عارفه انتي عايزه ايه وليه؟ يعني انا ببقى عايزه الحاجه دي عشان انا فعلا عايزاها، هو مقصر فيها، عارف يقدمها باحسن شكل او بالشكل اللي انا عايزاه يقدمه بيها، عايزاه يقدمها بيه. جاي منين طلبي ده؟ هل عشان انا شايفه مثلا ان صحابي كلهم بيجي لهم هدايا في الفالنتاين، هو مش بيقدم لي هديه في المناسبه دي، فهل انا فعلا عايزه هديه، ولا انا بس عايزه زي ما صحابي بيجي لهم وخلاص مش مهتمه فعلا بالموضوع ده؟ طب انا عبرت عنه ازاي ولا ما عبرتش عنه اصلا؟ اسئله كتير قوي لازم انتي نفسك تكوني مجاوبه عليها قبل ما تروحي وتتكلمي، لان انتي لازم تتكلمي. بالنسبه لطريقه الكلام بالظبط دي الحلقه الجايه ان شاء الله. ولقينا نقطه ان انا مش عارفه اتكلم ده بيحسسنا في اللاوعي بتاعنا كده ان انا مش غاليه عنده، فعشان كده هو مش فاهم لوحده، فعشان كده هو مش عارف يعمل ايه. فهي الضغط بتيجي بس من نقطه ان هو المفروض يفهم، هو المفروض يعمل ايه، هو المفروض يحط نفسه مكاني، هو وانا ما عبرتش. مش هرجع اعيد نفس الكلام. بعد ده لازم يكون في بالك الثلاث اسئله دول قبل ما تروحي تتكلمي معاه، عشان لو سالك او عشان تعرفي تعبري كويس عن اللي فعلا انت محتاجاه. اول سؤال، هل اللي انت عايزاه ده انت فعلا عايزاه ومقدراه صح؟ يعني لو انت عايزه فعلا ان هو يكون بيكلمك اكتر من الوقت اللي هو بيكلمك فيه، او عايزاه يديكي فلوس زياده، عايزاه يعمل مجهود زياده في علاقتكم عشان تتطور، النقطة دي نابعة فعلا من جواكي، انت فعلا حاسة ان هو مقصر مش عارف يقدمها لك صح. فكرة ان النقطة دي لو بالنسبة لك تافهة وجواكي الإجابة انا عايزاه يقعد معايا أكتر بس انتي ما فكرتيش فيها، ارجعي أرجوكي اقعدي مع نفسك وفكري أنا ليه عايزاه يقعد معايا أكتر. لأنه ممكن يكون أنا عايزاه يقعد معايا أكتر بس هو فعلا مش فاضي، أنا عايزاه يقعد معايا أكتر بس هو وراه حاجة تانية يعملها. طب أنا ليه مش بعمل حاجة في حياتي؟ أنا عايزاه يقعد معايا أكتر بس هو اوريدي بيقعد معايا كتير بس أنا مش حاسة إن ده كتير. طب ليه؟ هل انا وانا معاه ببقى مشغوله بحاجات تانية؟ جاوبي على كل الاسئله الممكنه اللي ممكن تكون اصلا في بالك انتي ظلماه، فجاه تحسي ان هو ايه ده هو اصلا بيقدم لي اللي انا عايزاه بس انا مش اخده بالي منه. تاني نقطة لازم تكوني عارفة بأي شكل ما هل هو فعلا يقدر على ده ولا لأ، هو يقدر ان هو يكون معاكي اكتر ولا لا، هو عايز ده ولا لا، اتكلمتوا فيه قبل كده ولا لا. لازم تكوني فاهمة لو الشخص اللي معاكي قادر بنسبة كام ان هو يقدم لك ده، ولو قادر هو ليه مش بيقدمه ليكي. تالت سؤال لازم تسألي نفسك قبل ما تروحي تسأليهوله، لو حصل بينكم خناقة بسبب الموضوع ده قبل كده، كان ايه سبب الخناقة؟ بسبب ان طريقتك مش احسن حاجة؟ هل هو كان دفاعي زيادة عن اللزوم وما فهمش وجهة نظرك، كان كل اللي همه ان هو يدافع عن نفسه؟ عشان تتفادي الاخطاء دي ولما ترجعي تتكلمي معاه في النقطة دي تبقي واضحة وعارفة ازاي تتكلمي صح. ودي ان شاء الله الحلقة الجاية هشارك معاكم شوية من الطرق المناسبة لما تيجي تتكلمي مع الشخص اللي معاكي لو مقصر معاكي في حاجة. واخيرا قوليلي لو في حاجة فعلا كنت حاسة ان هو كان المفروض يفهمها لوحده، كانت ايه هي النقطة دي؟ انا بجد عايزة اعرف ايه النقط اللي احنا كبنات بنحس ان الرجالة لازم تكون فاهمها لوحدها. يعني هو المفروض يكون عارف هو بيعمل ايه في النقطة دي، الرجالة كلها فاهمة في النقطة دي وهو ليه مش فاهمها. انا يا جماعة الحاجات دي بتسحل دماغي. وبس كده ان شاء الله تكونوا مبسوطين وكل حاجة تتحل، وشكرا.